في البداية كده لازم تصلي على حبيبك النبي مع الشكل والفكرة والطريقة والحكاية. لو لاعب أو اتنين أو تلاتة أو حتى لو 30 لاعب، السيستم بتاعي ما بيتغيرش أبدا. في مدرستي التدريبية عندي محطات وأهداف أنا شغال عليها. في محطة من ضمن المحطات في مدرستي التدريبية اسمها الجودة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري. ما تنساش تصلي على حبيبك النبي. معانا اليوم موزة وخالد وعمر، وكمان معانا المحترم الكابتن حمزة. التوافق، وده كان هدفنا اليوم. بالتأكيد ورا كل هدف أكيد عندنا أهداف بتخدم هدفنا الرئيسي. الأهداف اللي بتخدم هدفنا الرئيسي الجري والتمرير والسيطرة. هنبدأ في توقيت واحد. التوافق والإحساس والتمرير والجري بالكرة. علشان أنجح هدفي لازم أركز على أهداف منظومة التطوير، وعندي 10 أهداف شغال عليهم في منظومة التطوير. والأهداف، وعلى سبيل المثال عندي مبادئ الوحدة التدريبية والنقاط الفنية والتقييم والزمن والأداء والتوقيت والتكرار. موزة وخالد وعمر ما عندهمش أي مشكلة وهم شغالين. النجاح عامل مشترك بيني وبين اللاعبين. أنا علي التقييم وهم عليهم التركيز والتنفيذ. بالتأكيد أنا بتكلم معاهم وهم شغالين. حابب أقول لك على حاجة مهمة جدا. التدريبات المركبة المعقدة بتعلي الجانب الذهني، فالتركيز والاستيعاب عند اللاعب بيزيد. طالما التركيز زاد يبقى الأخطاء مفيش. هنرجع للشغل بتاعنا مع موزة وخالد وعمر. علشان أنجح هدفي لازم أركز على النقاط الفنية، والنقاط الفنية عندي جزئين: جزء إجباري والجزء الثاني هيتاخد بتدرج. والنقاط الفنية الإجبارية عندي التوقيت والرؤية وسرعة الأداء. نجاحك عامل مشترك بينك وبين اللاعبين. أنا هنا شغال على التصحيح واللاعب عليه التركيز والتنفيذ. زمن التمرين مهم جدا في نجاح هدفك. أنا وموزة وخالد وعمر والكابتن حمزة إحنا عمرنا ما حضرنا للتصوير، بنصور في الوقت والحين. شكرا لموزة وعمر وخالد صقر. البراعم ثروة قومية نقدر نكسب من وراهم الملايين، بس محتاجين عقول وناس بتفهم صح. دمتم في حفظ الله، وتحياتي ليكم وعلى الله التسهيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.